الفيديو ده هنتكلم يا جماعة عن العش وتنظيف العش، وازاي ان الخطوة دي لو اهملناها انت هتدمر حرفيا طيورك. ازاي يا جماعة؟ العش لما بنيجي نستخدمه لازم نطهره كويس جدا 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 جدا. ليه؟ اول حاجة علشان العش ما يبقاش مخزن للبكتيريا والفطريات والفيروسات، فهيجي لطيورك ممكن عدوى فطريه او عدوى بكتيريه او عدوى فيروسيه من العش يكون مثلا مركون او متفرغ فيه قبل كده ومش متنضف ومركون، فده ممكن يكون فيه بكتيريا وفطريات وفيروسات فتعدي الطيور بتاعتك. المشكله كمان ان ممكن تكون طيورك مناعتها قويه وتتنقل لها الفطريات والفيروسات دي، وبعدين لما الطيور الصغيرة تتولد أو تطلع تفقس لما تاكل من الأهالي يتلوث الحويصلة بتاعتهم بالأمراض تموت منك في بدايات أيامها. تاني حاجة كمان إن العش بتاعك يكون مفهوش نشارة، يعني مفهوش نشارة من جوه العش. ده بيحافظ إن العش الفضلات بتاعت الطيور بتاعتك ما تلزقش في رجليهم، وفي نفس الوقت ما تبقاش في فضلات سايله كتير جوه العش وتعمل ريحه وحشه وتراكم برضو بكتيريا وفطريات وممكن تجيب حشرات جوه العش. فتاني حاجه النشاره. تالت حاجه ان احنا بقى التطهير بتاع العش. ازاي نطهر العش بتاعنا؟ اول حاجه في ناس بتستخدم مواد طبيعيه، ممكن نعمل خليط من القرنفل واليانسون والنعناع وبنفرمهم كويس جدا وبنحطهم تحت الدرج بتاع البياضه بتاع العش. ده بيدي ريحه حلوه جوه العش وفي نفس الوقت بيخلي الحشرات تطفش من العش، يعني ده بيمنع اصلا تواجد الحشرات. حاجه تانية ممكن نستخدمها لتطهير العش ان احنا بنجيب ميه بخاخه نحط فيها بيتادين، يعني ممكن بخاخه اللي هي الميه بتاعت المكوى دي نحط فيها 10 سم بيتادين وبنرش، وممكن نحط معاها 2 سم ونص من البيوتكس او 3 سم من البيوتكس. البيوتكس ده بيكون ماده طارده للحشرات، ممكن نستخدم مكانها اللايسيد اللي هو بتاع الامل او الابتوميثرين 5%، ده بيتباع من الصيدليه البشريه. بنرش بيهم العش كويس جدا جدا بالميه وبنسيبه في الشمس يتشمس خالص لحد ما ينشف بحيث نقضي على اي حشرات. ده من الحاجات برضو اللي ممكن نطهر بيها العش بتاعنا. من اكتر بقى الحاجات اللي انا شخصيا بحبها في تنظيف العشوش هي بودرة سيفين. بودرة سيفين ديت، البودرة دي اصلا بودرة بيستخدموها في تعفير النخل عشان يحموه من الحشرات او بتعفير الزراعات عموما. فالبودرة دي بتكون امنة مش سامة، ولكنها سامة للحشرات، الحشرات ما بتحبهاش، فدي بتكون حلوة قوي 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 قوي. انت بتجيب البودرة دي، بتجيب ممكن ازازة وبتخرم الغطا بتاعها، تمام، او لو عندك اي علبة البودر بتاع الحشرات قديمة عندك ممكن تشطفها وتغسلها كويس وتنشفها وتحط فيها البودرة دي. هي بتبقى غالية شوية ولكنها مفيدة جدا وتقريبا بتنسى الحشرات بسببها. انت بتعمل ايه؟ بتجيب العش بتاعك وبتبتدي تعفر العش. تعفير العش ده يعني ان انت بتدوس كده بالبتاع بتاعت اللي فيها البودر، الهبو اللي بيطلع ده بيجي جوه العش بيبتدي ان هو يغطي العش من كذا اتجاه، وبيبتدي ان الريحه بتاعت البودره بتبتدي تبقى جوه العش، وما يبقاش فيه، مش هنغرق العش بودره عشان الطيور ما تاكلهوش، لا احنا هنخلي بس المسام بتاعت العش تتشرب ريحه البودر من جوه ومن بره، هناخد كل الاتجاهات بتاعت العش. نعمل كده قبل الانتاج اصلا، قبل ما بنقدم العش للطيور ينتجوا فيه، وبرده في وسط فترات الانتاج لما بنكون بننظف العش للفروخ بتاعتنا، لان لازم يا جماعه ننظف العش بتاعنا للفروخ. يعني مثلا كل 3-4 ايام ننظف العش. لو فروخ صغيره خالص بنسيبها، نبتدي ننظف العش بعد ما الفروخ يبقى عندها مثلا 10 ايام، نبتدي ننظف العش بتاعنا ونقرر نحط نشاره نظيفه، شويه نشاره نظيفه جوه العش بحيث تمتص فضلات الطيور، وبنبتدي برضو نعمل الحركه دي جوه العش، بنكون شايلين الفروخ ونعفر العش بتاعنا ونرجع الفروخ تاني. ده بيمنع ان انت يطلع لك اي حشرات جوه العش. بيبقى تنظيف العش بشكل مستمر كمان بيقي طيورك من طبعا الفاش ده رهيب جدا، يعني بيمتص دم فروخك، بيخلي عندهم انيميا، بيعمل هياج وازعاج للعصافير، بيموت الفروخ وممكن يموت لك الاهالي كمان.
فبصراحة كمان يعني بيكون رائعة البودرة دي، لو استخدمتها كمان هتطفش من عندك النمل، لأن في ساعات النمل ساعات ممكن يتغذى على فروخك ياكلها يموتها. فالبودرة دي حلوة جدا جدا جدا. والتنظيف المستمر للعش بيقلل كمان يبقى عندك فيروسات. زي ما قلت لكم في الاول ان فضلات الطيور ممكن تسبب فيروسات وبكتيريا وفطريات، لا كمان ممكن يجي لك فيروس مثلا اسمه اللي هو فرنش مولت او القرش الفرنسي جوه الطيور البلج. يعني الطيور البلج ده بيقرع الطيور، بيوقع عيشها كله، بيبقى الطائر يعني ملوش ريش حتى لما بيكبر، فده بيكون عدوى فيروسيه. فالتنظيف يقيك ويجنبك كل الحاجات دي. لو انت يعني العش هو الاساس، العش نظيف طيورك هتبقى بصحه كويسه وانتاجك هيبقى تمام. العش مش نظيف هتعاني مع الطيور بقى. ممكن كمان اللي يجي فضلات تتراكم على رجليهم لو ما نضفتش، يطلع تقر عند كساح، موال ومشاكل كتيره جدا جدا. اساسها اختيار العش السليم والمساحه السليمه والتنظيف والتطهير السليم.